في حاجة أخيه حتى يقضيها له. في رواية قال ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي، هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. قالوا نمشي مع واحد ونقضي له حاجته أفضل عندي، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل عندي من أن أبكت، يعني أن أبقى في المسجد النبوي شهر ما نخرج منه. وعبك الصلاة الواحدة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة واحدة. أحسب شحال كاين من صلاة في الشهر ومن بعد ضربها في 1000، هذيك الأجر كاع ملايين حسنات. لو كان تمشي مع أخوك ولا أختك وتقضي له حاجته أنت عند الله أفضل من ذاك. بك فضل عظيم جدا. علاش بديت لكم الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لهذا كانت هذه الجمعية أيها الأفاضل والله بريقة أمل، وهي عنوان على طينة ومعدن سكان هذه المنطقة. لأنه صراحة كما في كل مكان كاين الخير كاين الشر، كاين الحق كاين الباطل، لكن أنك تجد ناس سخروا حياتهم فجزاؤهم الله عز وجل هو الذي يجازيهم. والله كاين واحد الأعمال يا إخواني بالك تشكر إنسان تحمده كذا، بصح اعلم أنه كاين بعض الأعمال لن يوفيها الجزاء إلا الله. وهذه الجمعية بإذن الله تعالى احنا إن شاء الله ندعموهم لأنه رأينا فيهم كل الخير. والرسالة الثانية إلى إخواني وأخواتي، إلى كل من ابتلي بمرض السرطان، نقول لك حاجة والله وبالله وتالله أن في من وراء هذا المرض خير عظيم. صح ابتلاء ويكون مؤلما وقد تتغير أمور في الحياة، لكن نعطيكم حاجة. كاين واحد الحديث عظيم جدا، النبي عليه الصلاة والسلام مرة سئل عن الابتلاء، علاش كاين الناس ربي يبتليهم، وربي قال في القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ربي يصلي عليك إذا ابتليت ورحمة ربي، عباك شكون صلى عليك. احنا لو كان راك تمشي في الطريق تصيب إنسان صالح تقول له ادعي لي، ما شاء الله تلتمس فيه الصلاح تقول له ادعي لي. كيف لو قيل لك لو ابتليت وصبرت دعا لك الله؟ عباك لي حاجة عظيمة، حاجة عظيمة جدا. أنا نفهم ونحسب إخواني المرضى وأخواتي، صح يبقى المرض مرض ويبقى البلاء بلاء ويبقى الألم ألم، هذا لا ينكره أحد. لكن عباك كاين واحد الصنف من الناس، هذا النبي عليه الصلاة والسلام والذي أخبرنا، كاين واحد الصنف من الناس ربي يرفعهم عطى لهم مكانة عظيمة. هذه المكانة العظيمة اللي عطاها لهم هما ما وصلوهاش بالأعمال تاعهم. بالك تصيبها تصلي تصوم تروح للعمرة راحت للحج صدقت ما شاء الله، بصح ربي عطى لها واحد المكانة الفوق كامل. هذه الأعمال كاع اللي دارتها تاع الخير ومازال ما وصلتش هذيك المكانة. وشنو هو الحل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيبتليها الله، يبتليها، فإذا ابتلاها صبرت رفعها إلى المنزل التي اختارها الله لها. فأبشر يا أختي ويا أخي والله العظيم أنه من جميع إنسان ابتلي بهذا ربي يحبس يصطفيك وستفرج بإذن الله، ستشفون بإذن الله وترجع الحياة كما كانت. هي مرحلة ابتلاء، ومن نعم الله الابتلاء ما يدومش. عيشوا بهذا المنطق، شوف إذا ما ديتوا والو من عندي عيشوا بهذا المنطق ستفرج بإذن الله. احنا عندنا ربي سبحانه إذا ضاقت علينا الأرض، احنا نحن أمة الإسلام، إذا ضاقت علينا الأرض اتسعت لنا السماء. عندك حاجة برك قول يا ربي يا ربي، ما كاش غير الله، التوحيد الخالص، لا معبود بحق إلا الله، هذه لا إله إلا الله. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ وإذا مرضت فهو يشفين، هو الذي يشفينا يا إخوان، لا فلان لا علانة، ما كاش. الوحيد الذي يشفينا هو الله، لا معبود بحق إلا. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، عندنا الله عز وجل. كل ما تضيق رفد يديك.
عباك كي ترفد يديك ربي سبحانه في عليائه سبحانه يستحي منك فيعطيك ما تريد، فقط كن صادق في الدعاء. ستفرج. هذا واش حبيت نوصل لكم رساله. جيت من العاصمه ما نهبش نقول لكم والله ستفرج باذن الله. وكما قال القائل قديما: ولرب نازله يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. تفرج باذن الله تعالى. حنايا اذا دا نقول يا ربي يا ربي، وهذا الشرف. الناس اليوم كل واحد وش يعبد، ونحن نعبد الله الذي لا اله الا هو. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وباذن الله ربي سيطيل اعمارنا في طاعه الله باذن الله. ويقول لك غير الجبالي ما يتلاقاش. ونعاودوا نلتقي ان شاء الله. وكثير منا كان اليوم مريض نعاودوا نلتقي به ويقول لي يا شيخ الحمد لله وربي شفاني وعافاني وراني ربما افضل مما كنت، وما ذلك على الله بعزيز، لانه الله واذا مرضت فهو يشفي. وفي الاخير حتى لا اطيل عليكم اخواني، والله احنا رانا هنا هذا واجب ماشي مزيه، واجب من عندنا الى جميع اخواننا المرضى ولا المساهمين ولا اليوم يساعدوا جمعيه الفرج. انا شفت، وهذا نداء ان شاء الله اقدم نداء لما رايته. عندهم حاجه راه تخصهم، يعني صراحه مع كل ما يقدمونه ويسعون فيه كما الجمعيه كل باسمه كما قلنا، وحتى يعني السلك الامني معنا من اخواننا في الدرك ولا في الامن والسلطات المحليه كامل كاع نتضافر وسينشر هذا المقطع. احنا جمعيه الفرج كذلك تحتاج، احنا رجال ونصارانا شويه شويه نجمع باذن الله ونشتري سياره لمرضى السرطان. عندهم سياره الاولى عندها تاع 8 مقاعد، يحتاجون سياره اخرى تاع 8 او 9 مقاعد. سبحان الله. وعلى هذه البلده الطيبه هذا الامر ماشي كبير وحاجه قليله، ماشي لازم نكونوا اغنياء. لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمره، نص تمره. المهم نتعلم نمد 1000 فرق 5000 10000 كل واحد واش يقدر، لكن القليل مع القليل مع القليل يصير كثيرا. وباذن الله وانا نبشرهم جمعيه الفرج باذن الله كما بشرنا المرضى ستفرج جمعيه الفرج، نقول لهم ستفرج باذن الله، وسنشتري سياره باذن الله تعالى ونحمل فيها المرضى وتكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وفي الاخير ما عساي ان اقول الا ان اسال الله الحليم الكريم رب العرش الكريم ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، إلى الملتقى والسلام عليكم.